تخيل أن هناك نسخة منك تعيش بعد سنة من الآن، نسخة أقوى، أهدأ، أنجح، ووصلت لأشياء أنت الآن تظن أنها بعيدة جدا. الآن تخيل شيئا آخر، أن تلك النسخة تنظر إليك الآن وهي تراك ما زلت تؤجل، ما زلت خائفا من البداية، ما زلت تنتظر الوقت المناسب، ما زلت تقنع نفسك أن أمامك وقتا طويلا. لكن الحقيقة كل يوم يمر إما أن يقربك من الشخص الذي تريد أن تصبحه أو يبعدك عنه أكثر. والسؤال هنا ليس هل حياتك ستتغير؟ السؤال الحقيقي هو هل أنت مستعد لدفع ثمن التغيير؟ نحن نعيش في وقت يتغير فيه العالم بسرعة مخيفة. الناس تركض، الفرص تتغير، وكل يوم هناك أشخاص يتقدمون وآخرون يبقون في أماكنهم. وربما أصعب شعور أن تدرك أن عمرك يمضي وأنت واقف، والأخطر من ذلك أن تعتاد الوقوف، تعتاد التأجيل، تعتاد الأعذار، تعتاد أن تقول سأبدأ غدا، لكن غدا غالبا لا يأتي. دعني أقول لك شيئا صريحا، أغلب الناس لا يفشلون لأنهم ضعفاء، بل لأنهم استسلموا للراحة، استسلموا للخوف وللروتين ولفكرة أن لديهم وقتا كثيرا. وبمرور الأيام يبدأ الحلم بالاختفاء بهدوء، لا يموت فجأة بل يضعف تدريجيا، حتى يستيقظ الإنسان يوما ويكتشف أنه ابتعد كثيرا عن نسخته التي كان يحلم بها. هناك كذبة يقولها الكثيرون لأنفسهم: عندما أكون جاهزا سأبدأ. لكن الحقيقة أنت لن تكون جاهزا بالكامل أبدا. سيبقى هناك خوف، وسيبقى هناك شك، وسيبقى صوت داخلك يقول ليس الآن. لكن الناس الذين تغيرت حياتهم حقا لم ينتظروا الشعور المثالي. بدأوا وهم خائفون، بدأوا وهم مرهقون، بدأوا وهم غير واثقين، لكنهم بدأوا. أنت لا تحتاج أن تكون عبقريا، لا تحتاج مالا كثيرا ولا معارف قوية. أنت تحتاج شيئا واحدا فقط: أن تتوقف عن الهرب من نفسك، لأن الوقت أسرع مما تتخيل. وفجأة ستجد أن سنة كاملة قد مرت، وعندها إما أن تكون فخورا بنفسك أو ممتلئا بالندم. لذلك لا تنتظر الحافز، الحافز يأتي ويرحل، أما الالتزام فهو الذي يجعلك تستمر حتى في أصعب الأيام. أن تعمل وأنت متعب، أن تكمل وأنت محبط، أن تتحرك حتى وأنت لا ترى النتائج بعد. هذه هي القوة الحقيقية. وتذكر دائما: التغيير لا يحدث بخطوة عظيمة واحدة، بل يحدث بخطوات صغيرة تكررها كل يوم. صفحة تقرأها، مهارة تتعلمها، عادة سيئة تتخلص منها، ساعة تطور فيها نفسك. وبعد فترة ستكتشف أنك أصبحت شخصا آخر تماما. وإن كنت تشعر الآن أنك متأخر، فاسمعني جيدا: أنت لست متأخرا، أنت فقط تحتاج أن تبدأ. فلا تؤجل حياتك أكثر، لا تضيع أعواما أخرى في الانتظار. ابدأ حتى ولو كنت خائفا، ابدأ حتى ولو كنت وحيدا.
ابدأ، حتى ولو كانت خطوتك صغيرة، لأن النسخة التي تحلم أن تصبحها تنتظر منك أن تتحرك الآن. وإذا وصلت إلى هنا فأنا أريد أن أقول لك شيئا مهما. أنت أقوى مما تظن، وربما هذا الفيديو لم يأتي إليك بالصدفة. ربما كنت تحتاج أن تسمع أنه ما زال بإمكانك أن تغير حياتك، فلا تتوقف الآن. ابدأ واستمر حتى تصل. وإن كان هذا المحتوى قد أضاف لك شيئا حقا، فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لتكون معنا في كل رحلة جديدة نحو نسخة أقوى من أنفسنا. واضغط على زر الإعجاب، لأن دعمك يصنع الفرق حقا. واكتب لي في التعليقات ما أول خطوة ستبدأ بها من اليوم. وتذكر دائما بعد سنة من الآن إما أن تقول يا ليتني بدأت، أو تقول الحمد لله أني بدأت.